بص، اصعب احساس في الدنيا او اصعب شعور في الدنيا هو الندم. انك تندم على حاجه انت كنت تقدر تعمل فيها اكتر من كده، وكنت تقدر تبذل فيها اكتر من كده وما عملتش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه يا شباب؟ الاول خالص كده شكرا لاي حد بيخش يقول لي كومنت حلو او يقول لي كلمه حلوه. بجد انتوا بتفرحوني قوي، والكلام بتاعكم ده هو اللي بيشجعني ان انا اصور واطور كمان في المحتوى. واكيد انتم ملاحظين ان انا غيرت السيت اب، ويعني بنحاول نغير نعمل حاجه جديده بحيث ما نفضلش على نفس الحاجه كده يعني، ولحد ان شاء الله ما نثبت على حاجه كويسه ان شاء الله تليق بيكم. المهم انا متحمس جدا للفيديو بتاع النهارده، لان المفروض ان الفيديو بتاع النهارده ده انا جاي اشجعك، جاي احمسك، يعني جاي احفزك كده، عايزك تقوم تذاكر، تمسك الكتاب كده، تاكل الكتاب. متحمسين؟ يلا بينا. شايف اللي ورايا ده؟ ده بلطو كليه طب. عارف ان في ناس فيكم نفسها تدخل كليه طب، ان ما كانش كلكم اصلا نفسكم تدخلوا كليه طب وتحققوا احلامكم وتلبسي كده البلطو بتاعه وتفشخري بقى قدام اصحابك وكده، وتبقى الدكتوره راحت والدكتوره جت، وبعدين ابوك وامك كده يبقوا فخورين بيكي، وانت تبقي فخوره بنفسك كده وعندك ثقه بنفسك وفرحانه ومبسوطه. حققت حلمي ودخلت كليه الطب ووصلت للبلطو. فخلينا ناخد ده كبدايه كده ونبدا الفيديو بكيف الوصول للبلطو. ازاي نوصل للبلطو؟ جاهزين؟ مش قلنا جاهزين مره؟ ابدا بقى يا عم في الفيديو. طب يلا بينا. هو انت عشان توصل لهذا البلطو اللعين لازم يكون عندك هدف. ما انا عندي هدف اهوت، انا عايز البلطو، يعني ده الهدف بتاعي. حلو، حلو قوي، انت كده عندك هدف. عايزين بقى ايه اللي يخلينا نوصل للهدف ده؟ اللي يخلينا نوصل للهدف ده ان انا اذاكر. طيب ما تذاكر. امال انا جاي لك ليه؟ ما انا مش عارف اذاكر، بزهق يعني، ممكن اقعد اذاكر شويه واكسل، لان نفسي مش عايز اكمل مذاكره. ما ذاكرش اصلا يعني، اصحى منهم كده بص مش جاي معايا مذاكره. بس كويس انت وصلت لحد هنا، سيب بقى الباقي عليا انا. كلنا بنزهق من المذاكره على فكره، عادي يعني، مش انت لوحدك اللي بتزهق من المذاكره، انت ممكن تذاكر شويه وتلاقي نفسك خلاص مش قادر تكمل. انا برضو كنت كده لما كنت في ثانويه عامه، حاسس ان انا عايز اسيب السنه وخلاص يعني، مش عايز اكمل. انا جاي الاساس ان انا اجل السنه اصلا. طيب ايه اللي خلاك تكمل وتقوم تذاكر في الاخر وصلت كليه الطب؟ الهدف يا جماعه، الهدف هو اللي خلاني عايز اقوم اذاكر. خليني اختصر لك الموضوع في 3 اهداف. نعم كل واحد فينا الاهداف بتاعته بتختلف من شخص لشخص، بس ال3 اهداف دول انا ركزت ان هم يكونوا ان شاء الله متفقين مع كله، يعني كل الناس الاهداف دي تنفع معاها عادي. واول هدف فيهم هو ابوك وامك، رضا ابوك وامك. انا كنت بذاكر عشان خاطر افرحهم، الناس اللي هي جوه ديت انا كنت عايز افرحهم، كنت عايزهم يبقوا فخورين بيا، كنت عايز اعوضهم عن التعب اللي هم تعبوه. الناس دي تعبت عشانك كتير قوي، زالوا لسه هيتعبوا عشانك، ليه عايز تحرمهم من الفرحه دي؟ انا كنت بفكر كده، بقول انا ليه احرمهم من الفرحه دي؟ الناس ديت لها حق عليا ان انا افرحهم. عشان كده كنت بقوم وامسك كتاب واقوم اذاكر، حتى لو ماليش نفسي اقوم اذاكر. الناس دي لها حق عليك ان انت تفرحهم، وخليك دايما حاطط في بالك ان مفيش حد في الدنيا كلها هيحبك اكتر منهم، يعني هم الوحيد في الدنيا اللي هيبقى عايزينك احسن منهم. مفيش اي حد في الدنيا عاوزك احسن منه غيرهم، ابوك وامك. بالله عليك ذاكر عشان خاطر تفرحهم. بص يا عم خالد، انا عايز ارضيهم فعلا وعايزهم يبقوا مبسوطين وفخورين بيا، بس للاسف برضو بكسل وباحبط يعني برضو نفسي يعني بص بتضغط عليا، ان النفس الامارات بالسوء، وبعدين في شيطان كمان، فيعني الدنيا صعبه. هنا بقى اجي اقول لك على السر رقم 2 اللي كان برضو خلاني اقوم اذاكر، حتى وانا بص رغم كل ده برضه بقوم اذاكر، وهو ان كنت بذاكر عشان لو رجع بيا الزمن تاني ما اقولش يا ريتني، يبقى انا خلاص جبت عملت اللي عليا، عملت كل حاجه اقدر اعملها، عشان ما اجيش بعد كده لما السنه تخلص واقول ياه ده انا كان معايا الوقت وما كنتش بذاكر، ياه ده انا كان في ايدي ان انا انتج اكتر من كده واذاكر اكتر كده، بس انا ما عملتش. ما كنتش عايز اقول دي، انا كنت بذاكر عشان ما اقولش دي لما اخلص السنه، والحمد لله الحمد لله ما قلتهاش. اول ما خلصت السنه قلت اللهم لك الحمد يا رب، عملت اللي عليا، النتيجه اللي تيجي انا راضي بيها، لو هجيب تجاره انا راضي بيها. ليه؟ ذاكرت وعملت اللي عليا خلاص، مش فارق معايا مجموع بقى، انا تعبت. كنت بذاكر، كنت بصحى الصبح بدري امسك كتاب واقعد اذاكر، كنت بسهر بالليل احيانا اذاكر، بنزل دروس، باجي احل في ورايا وبعمله. بحط في دماغك الحته دي، لو رجع بيا الزمن لورا شويه اعمل برضو نفس اللي انا كنت بعمله دلوقتي، مش هزود عن كده اي حاجه. فما تضيعش وقتك بقى على التيك توك وعلى الفيس وعلى يوتيوب الا في البريك. انا ممكن، انا معاك في دي، ممكن لما تخلص مذاكرتك تاخد لك بريك 10 دقايق ربع ساعه بتاع، تخش تسمع فيديو، تسمع لنا مثلا فيديو بتاع، مش مشكله عادي، وترجع تذاكر تاني، مش تفضل بال3 ساعات على التيك توك او على اليوتيوب وتضيع في وقتك. بس فحط في دماغك الحته دي، لو رجع بيا الزمن هعمل نفس اللي انا بعمله ده، مش هزود عن كده حاجه. اقول لك على حاجه، انا حاسس ان انا اتحفزت كده وعايز اقوم اذاكر. كفايه يا عم كلام لحد هنا؟ لا لا مش كفايه، لسه باقي نقطه. النقطه الثالثه، حطها برده في دماغك كده والزقها كده في ستيك نوت على الحيطه، حطها قدام عينك عشان كل ما تصحى من النوم تبص عليها. ده غير طبعا النقطتين اللي احنا قلناهم في الاول دول، برده يتلزقوا على الحيطه كده وتشوفهم كل يوم، اول ما تصحى من النوم عينك تيجي عليهم لحد ما خلاص يثبتوا هنا في ذهنك كده، خلاص الورقه اللي على الحيطه دي تتشال اصلا، خلاص مش لازماني في حاجه، هما كده كده ثابتين في مخي. طب ايه هي بقى النقطه رقم 3؟ 3 ايات. النقطه رقم 3 3 ايات كنت حاططهم في دماغي وكنت ماشي بيهم، ولحد دلوقتي انا ماشي بيهم في حياتي. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. بس مش عايز حاجة تانية من الدنيا، أنا بسعى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، أنا هذاكر، هجتهد،
هعمل اللي عليا، زهقت وتعبت مش مشكله، ريح شويه قوم كمل. طيب بس انا يعني طب افرض ما جبتش، انا هرد عليك اهوت وان سعيه سوف يرى. انت ما بتسعاش وخلاص، ما بتسعاش على الفاضي، لا انت ربنا شايف سعيك. تخيل ربنا سبحانه وتعالى ملك العالم كله شايفك وانت بتسعى وانت بتتعب وانت زهقان وانت عايز تنام، بس رغم عن ذلك انت ماسك الكتاب وعمال تذاكر. ربنا شايف ده، ربنا مقدر ده سبحانه وتعالى. طب وبعدين بقى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. انت عايز ايه اكتر من كده؟ هيديك الجزاء الايه الاوفى، مش اللي انت عايزه، لا ده هو بيديك الجزاء اللي هو شايفه لك احسن ليك، الاوفى. شايف الكلمه الاوفى؟ الكليه اللي هو شايف ان انت هتبقى حلو فيه، حتى لو ما جبتش كليه طب، الكليه اللي انت نفسك فيها هو هيديك الكليه اللي هو شايفها لك احسن ليك. فدايما حط في بالك الثلاث ايات دول في اي حاجه في حياتك، ولو هتطلع من خالد من الفيديو ده اطلع بالثلاث ايات دول. خلاص بقى انا هقوم اسعى واشوف اللي ورايا، يلا استنى هختم بس الفيديو وروح ذاكر. في اخر الفيديو حابب اقول لك عاش ان انت وصلت لحد هنا في الفيديو، ده معناه ان انت عايز تتغير وان انت عايز تبقى نسخه احسن من نفسك وان انت فعلا عايز تجيب تقدير وتجيب مجموع حلو في ثانويه عامه. عايز اقول لك برضو لو انت اول مره عندي على القناه ان انا عامل سلسله اسمها سلسله اسرار النجاح في ثانويه عامه. كل فيديو شورت كده دقيقه بتكلم فيه عن سر كده من اسرار النجاح اللي خلتني انجح في ثانويه عامه. بخش بص عليها بس مش دلوقتي، قوم شوف اللي وراك الاول وفي البريك وابقى ادخل اسمع السلسله دي. ولو الفيديو عجبك وحسيت ان انت استفدت حاجه انزل اخبط كومنت حلو كده، لان الكومنتات الحلوه ديت والله بتفرحني وبتخليني اتشجع واصور لكم اكتر. واختم بمقوله الامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اني لاكره ان اجد احدكم سبهلله لا في عمل دنيا ولا في عمل اخره. سبهلله يعني فارغه، قاعد ما بيعملش حاجه. فقوم يلا روح شوف وراك ايه، بلاش كسل وكلام فاضي. السلام عليكم.